السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي شهوات أم هبة. اليوم إن شاء الله جيت لكم فيديو جديد، غادي نوريكم طريقة ناجحة لصنع المادلين أو لي مافن، مقادير مضبوطة للمبتدئات مع جميع أسرار نجاح الوصفة إن شاء الله. فهي كتبقى فكرة ممكن ناخدوها معاهم وغادي تهنيكم من السقاطة ولا الماكلة الزنقة، فوجديهم ليهم وفرحيهم بيهم فهما كيجيو لذاذ بزاف. اذا نبداو على بركة الله، كنتمنى تتابعوني حتى لاخر الفيديو. لتحضير المادلين او المافن كنحتاجو 4 ديال البيضات، ضروري يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، فهذا سر مهم لنجاح كاع لي كيك. ضروري الا كانوا في الثلاجة كنخرجوهم واحد الساعة ولا ساعتين قبل. كاس ونص ديال السكر سنيدة ما يعادل 200 غرام، من 180 حتى ل 200 غرام، جوج خمارات، جوج ساشيات فاني، 5 د الكيسان ديال الدقيق. كنعبرو بكاس د العنبة كيكون ما يعادل 600 غرام ديال الدقيق. والكاس الاخير كنبقاو نضيفوه غير بشويه بشويه على حسب نوعيه الدقيق. جوج كيسان ديال الزيت، كاس عصير ليمون ما يعادل 200 مليلتر، اولا كاس ديال الحليب دافي. انا استعملت الليمون وانتم على حسب الرغبه ديالكم واللي موجود عندكم في الدار ديروه. واحد ياغورت فاني وزن 110 غرام. كنضربوا البيض مع شويه ديال الملح، كنضربوه مزيان بالضرب الكهربائي حتى كيتضاعف الحجم ديالو. من بعد ما كيتضاعف الحجم ديالو كنبداو نضيفو السكر والسكر الفاني والزيت دانون وعصير ليمون اولا الحليب. ممكن تعوضوا الفاني بقشور الليمون الا استعملتوا عصير الليمون، المهم على حسب الرغبه ديالكم. من بعد كنزيدوا الدقيق كاس بكاس، وحنا كنغربلوه باش يدخل فيه الهواء ويجي مهوي وسفلي بالداخل. كنحركوه غير بالطراب اليدوي. من بعد يعني فاش كنبداو نضيفوا الدقيق فاحنا كنحيدوا الطراب الكهربائي وكنعوضوه غير بالطراب اليدوي. كنضيفوا الخمارات ونزيدوا فوق منهم مباشرة معلقة ديال الخل طبيعي، يعني معلقة صغيرة، وإلا كان عندنا الخل الابيض فاحنا كنزيدوا معلقة كبيرة. فحتى هو مهم بزاف لنجاح لي مادلين، فهو كيخلي لي مادلين يتضاعف الحجم ديالهم. كنبقاو نزيدو الدقيق شويه بشويه، والكاس الاخير كنضيفوه شويه بشويه. المهم كنحصلوا على عجين ثقيل ما يكونش خفيف، لان مادلين باش تكون ناجحه ما ينزلوش لينا لي مادلين بعد ما نخرجوهم من الفرن. ضروري يكون الخليط ثقيل بحال اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. واحد السر اخر في نجاح المادلين هو انه بعد ما كنخلطوهم كندخلوهم الثلاجه مده 15 دقيقه، اي ربع ساعه. خاصهم يكونوا باردين والفران يكون سخون. ما تستهنوش بهاد المعلومات الصغيره، فهي بعض المرات كتكون هي سر نجاح الوصفه، وخصوصا بالنسبه للمبتدئات. كنتمنى انكم تتابعوا جميع المراحل خطوه بخطوه. كناخدو جوج معالق، كنحطو كناخدو معلقه، كناخدو جوج معالق، كنهزو الخليط بمعلقه واحده وكنوضعوه في هاد الكويغطات الخاصين بالمادلين. ضروري نديرو المول اللي من تحت باش ما يسيحوش لينا ويتخسروا وكيبقى الشكل ديالهم صاين. ملي كنديرو معلقه واحده كنضيفو الشكلاط الاسود مربعات اولا الخاص بلي بتي بان، كنضيفوه وكنزيدو من الفوق معلقه اخرى ديال الخليط وكنزينوهم بلي بيبي وشوكولا.
ما زيناهم كندخلوهم الفرن مسخن على درجة حرارة 250 درجة حتى ل 300، ونشعلوهم من الفوق ومن التحت. فهما مدة الطهي ديالهم كيحتاجوا من 10 دقائق حتى 15 دقيقة، ما كيحتاجوش الوقت بزاف لان الفرن كيكون مسخن. وداك لو شوك ما بين السخون والبرد هو اللي كيخليهم يقفزوا ويجيو مفتوحين من الفوق، واهم شيء ناجحين. فضروري الفرن يكون مسخن درجة حرارة من 250 حتى 300، ونخليهم واحد ربع ساعة ويكون. فبالنسبة الفرن الغازي فاحنا كنديروه على درجة حرارة متوسطة، يعني ما كنزيدوش بزاف، وكنطيبوهم من التحت ديالهم عاد كنطيبوهم من الفوق كيف ما كتشوفوا معايا. فبعد ما خرجت لي مادلين اللي درت بالداخل ديالهم الشكلاط، دابا غادي ندير مربى البرتقال او الفريز او اللي موجود عندكم في الدار واللي كيبغيوه الوليدات. انا اختاريت مربى البرتقال. نفس الشيء كنديرو كندخلوهم الفرن، ومهم جدا بعد ما نخرجوهم نوضعوهم على سطح خشبي او على منديل خاص بالكوزينه باش ما يعرقوش ويجيو فازكين. فهذا هو الشكل النهائي ديال لي مادلين، كيجيو ناجحين مفتوحين من الفوق مزيان. فهي كتبقى فكره زوينه بالنسبه للكوتي ديال الوليدات. كناخذوا هاد لي مادلين وكندير نستفهم في واحد البواطه وكندخلوهم للثلاجه. ففين ما كنحتاجوهم كناخذوا منهم الكميه اللي كنحتاجو، كيبقاو هكا كيجيو التطبين وكيبقاو محافظين على الطراوه ديالهم. فكنتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش ديروا لي ابوني في اخر الفيديو ليصلكم كل جديد، وفي امان الله.